كشفت تقارير صحفية نيجيرية صادرة اليوم الثلاثاء بأن كل من نيجيريا والبنين قررتا سحب ملفهما المشترك في سباق احتضان كأس إفريقيا 2025، وهذا بعد سحب الجزائر أيضا ملفها 2025-2027. وأفاد الموقع بأن الاتحادية النيجيرية ونظيرتها البنينية اتفقتا على تراجع عن احتضان كان 2025، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء من أجل تعزيز حظوظ احتضان نسخة 2027 التي سينافس عليها كل من السنغال، بوتسوانا، وملف آخر مشترك لشرق إفريقيا بين كينيا، تنزانيا وأوغندا. للإشارة فإن الجزائر كانت السابقة للانسحاب من سباق احتضان كأس إفريقيا لنسختي 25-27 بهدف تركيز الجهود من أجل إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر حسب ما أكدته الفاف. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.